هل من تعليق على هذه النقطة؟ أي نعم، لكن يعني قبل أن أتكلم في هذه المسألة أود أن أنبه يعني الأخت اللي اتصلت وقالت بالنسبة للشيخ محمد حسين يعقوب حبيبي في الله والكلام ده، الشيخ أنكر عليها، لكن هي في زخم الاتصال لم تسمع إنكار الشيخ عليها. أنا أرجو من الأخوات أن تختفي هذه العبارات لأنها لا تجوز. لا يجوز لامرأة أن تقول لرجل أحبك في الله أو أنت حبيبي في الله، هذا ما عرفناه قط. والشيخ يعني مشكورا يعني أنكر، لكن أنا أحببته أنكر مرتين، هو بيشاور لي كده أنكر مرتين فعلا، لكن هو الأخت لأنها كانت كالسيل المتدفق في الكلام لم تسمع كلام الشيخ، فأنا أقول هذا الكلام حتى لا يظن أحد أولا أن الشيخ سكت وأقر ذلك. وأرجو كما قلت أن تختفي هذه العبارات تماما من الأخوات لأنها يعني مصدر فتنة، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم وأن يهدينا بهداه. الحقيقة ينفع أن أنا أقول له إني أحبك في الله؟ هذا لا بأس، يعني امرأة تقول لامرأة ورجل يقول لرجل، هذا لا إشكال فيه. بالنسبة لمسألة أنا أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. بالنسبة لي مسألة الدين،